بصوا يا جماعة، عاوزين الكحك يطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. في تريكات لازم تعرفوها، ويبقى دايب دوبان كده زي ما انتوا شايفة اللون، ويبقى دايب كده زي ما انت هتشوفي دلوقتي. شوف السكينة ماشية زي السكينة في الحلاوة، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة، مبدئيا لازم نجيب دقيق متعدد، مش متعدد الاستخدام، لا لازم دقيق مخصص للكحك والبسكوت. بصوا علشان خاطر ايه نبقى ماشيين كده وواضحين وعلى نور. لا هو يعني يعتبر بسعر واحد والله. إيه فرق إيه؟ اتنين تلاتة جنيه، مش فرق ولا حاجة. بس هادي علشان خاطر ايه الكحك يطلع ناجح معاك. دي المخصص للكحك والبسكوت، عايزة كيلو ضعف الكمية براحتك، عايزة تقلل الكمية برضو براحتك. وتاني حاجة، لازم الخميرة يا جماعة، مش علشان كحك بقى نحط خميرة بقى وهو لا 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 لا. الخميرة على الكيلو الدقيق معلقة صغيرة ممسوحة خميرة، ركزي. معلقة صغيرة ممسوحة خميرة، ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة برضو. يعني مش بكتر المادة الرافعة وتبقى مبسوطة ان انت حطاها، لا. تمام. تالت حاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، علشان الملبن ما يبقاش ناشف معاكي بعد التسوية لازم يتعجن. تحط الملبن وتقومي شايلة النشا اللي على الملبن كله. تمام، لان النشا ده بيمسك، فعلشان ما يبقاش ناشف معاكي. ولازم تعجني الملبن، تحطي معلقة سمنة وتعجنها حلو. دي طريقة. اي نوع سمنة بقى انت يعني مستعملة بيها ويفضل بقى لو سمنة بلدي يعني يفضل. ماشي، علشان الملبن ما ينشفش منك جوه الكحكاية. هنيجي اخر حاجة بقى للتسوية. لازم تسوي الكحك على نار هادية علشان يطلع مستوي من بره ومن جوه، مش من، ويكون على الشبكة في نص البوتاجاز، وهيطلع معاكي بالجمال وبالقمر ده. وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.